دلوقتي انا عندي اعاقه حركيه، طلعت بطاقه الخدمات المتكامله، رحت المجالس الطبيه المتخصصه عشان اكشف. كتبوا لي في نتيجه الكشف الحاله الصحيه بتاعتي، وفي اخر التقرير يحتاج لشخص اخر. المهم جبت العربيه رخصتها بمرافق، ودلوقتي انا بعرف اسوق، وكان معايا رخصه خاصه قبل كده قبل ما اعمل بطاقه الخدمات المتكامله. فايه اللي اعمله علشان اقدر اغير الرخصه من يحتاج لمرافق الى يمكنه القياده بنفسه؟ فبنقول قرار المجالس الطبيه المتخصصه ان حضرتك بتحتاج لمرافق او تحتاج لشخص اخر، وبالتالي جبت العربيه على هذا الوضع، وانت عارف من الاول ان شخص تاني اللي هيسوق مش حضرتك. حضرتك عاوز تسوق يبقى لازم تلغي او تتظلم من قرار المجالس الطبيه المتخصصه، تعيد الكشف الطبي تاني بحيث المجالس تغير النتيجه من يحتاج لشخص اخر او يحتاج لمرافق الى يمكنه القياده بنفسه. يبقى هتاخد الكشف الطبي القديم من اختبار المرور، وتاخد جواب من المرور، وتطلع المجالس الطبيه المتخصصه تعيد الكشف عليك تاني عشان تغير النتيجه. وفي الحاله ديت هتقدر تسوق بنفسك وتطلع الرخصه بدون مرافق. تمام؟